يا صباح الفل. في ناس كتير منكم كانوا عايزين يتفرجوا على الجامعة والسكن والأكل في الجامعة والكلام ده، فتعالوا نروح ناكل في الجامعة وأوريكم الأكل بيبقى عامل إزاي ونظام الأكل والطريقة وكده. بصوا بقى، هنا بندخل ناخد ورقة زي دي نحطها على الصينية، بعدين دي الشوك والمعالق، تاخد لك واحدة كده. هنا في العيش، لو عايز عيش في أنواع عيش مختلفة كتيرة، أنا بحب ده، تاخد واحدة. كمان في هنا الفاكهة، في أنواع فاكهة كتير، موز، وده مش عارف ده ايه بصراحة، وده تفاح. هناخد بقى موزة. هنا ممكن تاخد بيتزا لو عايز بيتزا، بس أنا مش هاخد بيتزا النهاردة، فتعالوا بقى نشوف. Ciao, buonasera. Questo è quello, sì, grazie. Li controlli? Salve. Sì, grazie. Grazie a te. Anche a te. Ciao, c'è qualcosa senza maiale? Arrabbiata non c'ha il maiale. Non c'è il maiale. Pasta pomodoro. Va bene, passa con te. Vuoi parmigiano? Sì, grazie. Casale. في أنواع بقى مكرونة مختلفة، ونروح ندفع بقى، ناخد كوبايات. تشاو، جراتسيا. عايزين نشوف مكان بقى نقعد فيه بس ما يبقاش زحمة، بس كل الدنيا زحمة. خلينا نقعد بقى في الركن البعيد الهادي ده. تعالوا نروح نحط ملح الأول. عاملة بقى مية وبيبسي. فراخ ومكرونه. هو دايما بيبقى فيه بطاطس، انا بحب البطاطس بصراحه، بس المره دي عاملين كوسه تقريبا. وهنا البيبسي والميه، تملى براحتك زي ما انت عايز. فاكهه، موزه، عيش. بصوا بقى، بيبقى مقفول بالشكل ده كده ومتعقم طبعا، جواه منديل وشوكه وسكين. طبعا مش باكل لحمه، فالفراخ تمام مفيش فيها مشكله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الطليان بقى عندهم مشكله كبيره قوي، ما بيعرفوش ياكلوا الحاجات مع بعض، فبياكلوا بالترتيب. بياكلوا المكرونه الاول يخلصوها، بعدين يدخلوا على الفراخ او اللحمه. يعني ما ينفعش ياكلوا كده يغمسوا حته من هنا وحته من هنا، ما بيعرفوش، حاجه غريبه قوي. اكل بقى وارجع لكم تاني. قلت الحمد لله. تعالوا اوريكم بقى بنحط الصينيه فين. الحوار ده بحبه قوي. بصوا، بنحط الصينيه على السير ده، وهو بيمشي يدخل المطبخ. بس تنزل بقى كده، اول ما تخلص بيقول لك بقى. بصوا كده خلاص. كده تكون اتغدينا في الجامعه. الغدا في الجامعه هنا بيفتح من الساعه 12 للساعه 3. في كذا مطعم في الجامعه، مش مطعم واحد. المطعم اللي انا كنت فيه ده بتاع المستشفى، هو بعيد عني شويه، بس انا بروح له علشان بيبقى دايما فيه فراخ. لكن المطاعم التانية بيبقى فيها سمك او لحمه اغلب الاوقات، الفراخ مش كتير قوي. ودايما في بيتزا، يعني دايما اوبشن البيتزا موجود. بصراحه الاكل بيبقى كويس اغلب الوقت، سواء البيتزا او اللحمه او الفراخ او كده. اوقات بسيطه قوي بيعملوا بيف او اللي هو لحم بقري، بس انا بصراحه ما برتاحلوش نفسيا، فما برضاش اكله، فدايما باكل فراخ يعني او بيتزا بس. تعالوا بقى اوريكم الجامعه بسرعه كده وبعدين نروح على السكن. ده المبنى الخلفي بتاع الجامعه، كنت وريتها لكم قبل كده في الفيديوهات. في بقى المبنى الامامي، كنت وريته لكم قبل كده في الفيديوهات. تعالوا ندخل جوه اوريكم شكل قاعات المحاضرات واوريكم شكل الجامعه من جوه وكده. بصوا بقى، القاعات هنا انواع مختلفه. في قاعه زي دي كده، بتبقى قاعه صغيره شويه، عدد الطلبه مش كتير، بيبقى فيه بقى البروجيكتور هنا، وهنا مكان الدكتور. دي بقى القاعه الكبيره، بتبقى القاعات الرئيسيه في الجامعه وكده. بيبقى في شاشه هنا وشاشه قدام، والبروفيسور بيقعد قدام هنا كده. حاطين المكان اللي هنا ده علشان تعلقوا البلاطي بتاعتكم لما تدخلوا في الشتاء. وهنا كمان الركن اللي هنا ده بقى، ده ركن كده ابار، كافيه صغير يعني، بيبقى فيه مكان تقعدوا فيه، وفي هنا مكان للسناكس، وهنا مكان تملوا ميه ساقعه وعاديه، وهنا مكنه قهوه. مكنه القهوه دي موجوده في كل دور. تملوا الميه بقى من هنا، دي ميه في الجامعه عادي كده، ميه ساقعه، وكده ميه عاديه. طبعا دي كليه الاقتصاد، في بقى تاني طب وفي كليات تانية مختلفه. الكليه دي هي الايكونومي، الاقتصاد، فهم تقريبا يعني كلهم شبه بعض بنفس السيستم. الجامعه كبيره جدا طبعا، بس دي يعني الكليه بتاعتي. ممر كده بيربط بين كليه اقتصاد وكليه طب، وبعدين البوابه بقى بنطلع من هنا، البوابه دي على هنا بقى. الفيو من هنا حلو قوي بصراحه. دي زي مكتبه صغيره كده، ممكن الناس تقعد فيها وتذاكر. ممكن تقعد في الدور اللي فوق او الدور اللي تحت ده. من هنا ننزل على تحت. كليه الطب هنا كبيره جدا ومهمه جدا، من اكبر واحسن الجامعات على مستوى العالم في الطب. هي تقريبا من احسن المستشفيات في ايطاليا كلها. بصوا، في هنا امازون لوكر، علشان انت لو عايز تطلب حاجه وما عندكش مثلا، مش هتعرف تستلمها في البيت، ممكن تيجي تطلبها على الجامعه هنا وتتحجز لك هنا. من ضمن الحاجات الروشه برضو، الجامعه عامله ميرش، فعاملين بقى شنط باسم الجامعة ونوت بوكس، وعاملين تيشرتات، شنط للإيد، عاملين كل حاجة، أزايز مية، حاجات كتير قوي. بصوا شكلها روش قوي.
ولو انت بقى هتتبرع بالدم للمستشفى بيدوك باكج من الحاجات دي بقى هديه. تعالوا بقى نروح نصلي الظهر علشان فاضل حاجه بسيطه على العصر، وبعدين اروح اوريكم السكن. صليت الحمد لله الظهر، ودلوقتي هروح بقى على السكن علشان اوريكم بقى الغسيل واوريكم الطبخ واوريكم كل حاجه بقى، فخليكم معانا بقى لحد ما نوصل الفندق باذن الله. وده بقى سكن الجامعه زي ما انتم شايفين كده، هو مقسوم نصين، نص فندق ونص سكن جامعه، عشان كده انا بقول عليه فندق. ده المدخل، وفي هنا كنيسه، هنا بقى في جناين، بصراحه في جناين كتير قوي هنا، يعني في هنا جنينه كبيره حلوه بيتعمل فيها شويه ايفنتات وكده. هنا برضو دي جنينة تانية. انا باجي هنا بقى اصور لكم الفيديوهات، لو كنت شفت الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا ان انا بقعد هنا اصور لكم، وبتبقى حلوة لما بيعملوا مثلا ايفنتات، ساعات بيعملوا زي احتفاليات كده في السكن، فبتبقى حلوة جدا يعني. ده بقى الدور بتاعنا، في هنا أوضة، دي أوضة معيشة بنقعد بقى ناكل فيها ونقعد فيها. في هنا مايكرويف وشاشة تلفزيون، وده زي دولاب كده لو حد عايز يحط حاجة مثلا يشيل حاجة هنا. ندخل بقى هنا على المطبخ، المطبخ انت شفته كتير، وهنطبخ مع بعض النهاردة حاجة برضو كويسة. ده انا، وهنا بقى بنحط حاجتنا، مثلا كل واحد بيبقى واخد له رفين كده ولا حاجة بيحط فيهم حاجته. وهنا برضو الحوض، وهنا البوتاجاز، البوتاجاز ده كهرباء، والفرن، وبرضو شوية مطبقيات كده وحاجات نحط فيها. دي تلاجة، ودي تلاجة برضو، في تلاجتين. هنا بقى السكن مربوط كله في بعضه ببلكونه كبيره، البلكونه الفيوز بتاعتها جميله، وده الفيو بتاع السكن من فوق. هنجهز بقى بسرعه علشان اروح اغسل دلوقتي الهدوم، عندنا الغسيل النهارده، فهوريكم الغسيل عامل ازاي وبكام، لان الغسيل هنا بفلوس والتنشيف بفلوس، كل حاجه بفلوس. بصوا هنا بقى اوضه الغسيل، في هنا الغساله وهنا الدراير او النشاف. الغسيل الفوم الواحد ب2 يورو، والتنشيف ب3 يورو، فانت بتغسل مثلا ابيض لوحده والوان لوحده، فانت بتغسل على مرتين يعني 4 يورو، ولو عايز تنشف 3 يورو يبقى 7 يورو. فاحنا بقى بنغسل هنا وبعدين ننشف على منشر عشان نوفر يعني. نحط بقى مسحوق الغسيل هنا. بصوا بصراحه انا مش عارف المفروض نحط هنا ولا هنا، بس تقريبا دي ترسيبه، بحط هنا شويه وبحط هنا شويه. ايه الصح؟ والله ما اعرف. ماشي نحطه كده. بعدين هنا بيقول لك ممكن تحط يورو، 1 يورو زي ده، او نص يورو، ما بتاخدش كوينات تانية، يا يورو يا نص يورو، فبنحط يورو. بعدين التاني، بعدين بنختار هنا بقى التمبريتشر، انا بخليها كولد، بعدين بخليها اكسترا رينز، ودوس ستارت. تبدأ تعد بقى، وبتاخد 46 دقيقة. وفي هنا كمان مكوة، هم منزلين الترابيزة قوي مش عارف ليه كده. وهنا بقى بنحجز الدور، يعني مثلا النهاردة يوم 16 أنا حاجز من الساعة 4 للساعة 6، ومن الساعة 6 للساعة 8، وكل واحد بقى بيحجز كل أسبوع، يعني الناس بتيجي تحجز بالأسبوع. هسيبها بقى تغسل وأجيلها بعد 46 دقيقة. بما اني بقى في المطبخ، فمن احلى الحاجات اللي بحب اعملها هنا اني اطبخ الاكل بتاع الطليان واخليهم هم يدوقوه، او اطبخ الاكل المصري واخليهم يدوقوه. يعني انا عملت هنا جلاش، وعملت مكرونه بشاميل، وعملت حاجات كتير قوي خليتهم يدوقوها، عجبتهم قوي. النهارده بالليل بقى هنعمل مع بعض التيراميسو، وهي سهله قوي يعني ممكن تتعمل بسهوله، هنعملها بقى مع بعض ان شاء الله بالليل. عدى 46 دقيقه، نطلع بقى الهدوم. يلا بقى نروح ننشر. هنستلف المنشر ده بقى من واحد صاحبي، للاسف بقى مفيش مشابك، بننشر وندعي ان الحاجه ما تطيرش، نحاول بقى نمسكهم في بعض كده يعني. المشكله بقى في الشتاء الدنيا لما بتشتي بتغرق الهدوم، لو سيبناها بره او حطينا المنشر بره بالليل بنضطر ندخل المنشر جوه، وبياخد وقت اطول كتير قوي علشان الهدوم تنشف، بس اوفر فتمام. انا في الاول بصراحه كنت بشتغل بالنشافه، بس لقيت ان هي يعني 3 يورو كتير قوي، وبعدين انت لو هتغسل كل اسبوع مره، او حتى لو هتغسل مرتين في الشهر، فانت تقريبا بتدفع 14 يورو يعني غسيل، فده كتير جدا. فبقيت بعتمد المنشر بقى وخلاص. لكن انت لو مأجر اوضه بره بيبقى في الشقه في غساله وفي نشافه وفي كل حاجه وببلاش. نقفل بقى عليهم كده ونتمنى ان شاء الله ما يطيروش. خلصنا غسيل وخلصنا كل حاجه، نروح بقى نعمل التيراميسو اللي قلت لكم عليه من شويه. التيراميسو هي وصفه حلويات ايطاليه مشهوره جدا، في ناس كتير طبعا عارفاها. للي ما يعرفهاش، هي بتبقى عباره عن كريمه وبسكوت، والبسكوت متغمس في قهوه وعليها شويه كاكاو، بتبقى مشهوره قوي، شكلها معروف ومميز، بتبقى طعمها حلو جدا. وبقيت بعملها هنا في البيت لان انا مش ضامنها بره، الطليان للاسف في ناس بيحطوا عليها كحول، فبقيت انا اعملها في البيت احسن. فهنعملها مع بعض، هي سهله قوي. اول ما هنعملها مع بعض المره دي عايزكم تعملوا
تعملوها وتقولوا لي بقى ايه جربتوها ولا لا، او ظبطت معاكم ولا لا. ان شاء الله تظبط معاكم على طول من اول مره، لان هي سهله جدا. طيب تعالوا نبدا بقى بالمقادير. المقادير سهله جدا. صفار 3 بيضات، صفار بس، كريمه خفق، جبنه ماسكربوني، نص كوبايه سكر، بسكوت الليدي فينجرز اللي هي الصوابع الرفيعه دي، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. وطبعا اخر حاجه واهم حاجه القهوه. لو انت عندك مكنه قهوه ممكن تعمل اسبريسو، طبعا قهوه اسبريسو مش قهوه عاديه عربي، او اللي هي القهوه سريعه الذوبان، علشان نغمس البسكوت ده فيها واحنا بنحطها، وهوريها لكم دلوقتي بنعملها ازاي. طيب نبدا باول حاجه. اول خطوه هنجيب حله زي دي نملاها ميه عاديه من غير اي حاجه ونحطها تغلي. ايه لازمه الميه انها تغلي؟ علشان نعمل حمام بخار للبيض. هنيجي بعد كده نحط البيض، الصفار بس 3 صفارات، ممكن في ناس بتحط 5 بيضات، انا بحط 3 بس عشان ما بحبش البيض يبقى طعمه ظاهر قوي في التيراميسو. هنحط صفار 3 بيضات ومعاهم السكر. ادي اول بيضه، بشيل البيض على جنب علشان ممكن احتاجه بعد كده اعمل بيه اي حاجه. تانية والتالتة. نحط بعد كده نص كوبايه السكر، هنقلبهم في بعض حاجه خفيفه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نحطهم على الحله اللي هي بتغلي، نحطه هنا ونكمل لف. بنعمل كده ليه؟ علشان السكر يدوب وما يبقاش خشن. وده القوام بتاعي اللي انا عايزه. خلصنا كده نشيله على جنب بقى. بعد كده هنعمل الخطوه التانية، وهي جبنه الماسكربوني. جبنه الماسكربوني هي جبنه بتبقى شبه القشطه شويه، بس ما فيهاش ملح خالص، بتبقى جبنه غير مملحه تماما. هجيب الجبنه بتاعتي وافضيها بالشكل ده كده. العلبه دي 250 جرام. هحط عليها شويه لبن بساط جدا علشان نخفها بس، وعليهم كيس فانيليا، ونضرب كل ده مع بعض. تمام كده خفيناها. حطيت شويه لبن لحد ما خفت معايا شويه وبقت بتتحرك وخلاص دخل المكونات في بعضها. بعد كده هحط الاولاني على التاني. كده هاخد كريمه الخفق بتاعتي او البانا دا مونتاري وهنحطها، وبعدين نضربها بالمضرب، لان بقى اللي عمل المطبخ عبقري ما حطش ولا فيشه في المطبخ. فهنروح نضرب الكريمه في اوضه تانية. تعالوا معايا. ما اعتقدش اللون الاسود كان احسن اختيار، بس يعني الحمد لله. بصوا بقى التوابع اللي احنا عملناه، لكن هي خلاص جاهزه الحمد لله. ننضف بقى المهزله اللي احنا عملناها دي. عملنا الكريمه، نحط كل اللي احنا عملناه بقى فوق بعضه ونقلب. دلوقتي بقى محتاجين نعمل القهوة. يا اما هتعمل قهوة سريعة الذوبان اللي هي القهوة الجاهزة، او هتجيب قهوة لو عندك مكنة اسبريسو، او هتجيب القهوة اللي هي بالموكا. الموكا اللي هي دي مش منتشرة قوي في مصر، بس في ناس عارفاها ممكن تعمل بيها برضه. عملت القهوة خلاص، نرص بقى الطبقات بتاعتها. اول حاجة هنحط طبقة خفيفة في ارضية الصينية، بعدين اجيب بقى البسكوت. ده بسكوت الليدي فينجر، او اسمه بالايطالي سافوياردي، بيبقى شكله كده وهو بيدوب بسرعة جدا. فهنحطه غطستين ونرص، 1 2 ونرص. بعدين نحط طبقة بقى تغطي دي كريمة. هنكمل بقى الطبقة التانية. خلصت بقى كل حاجة ورصيت الطبقة التانية وحطيت الكريمة، وده بقى شكلها دلوقتي. هنحطها بقى في التلاجة من 6 ل 8 ساعات علشان تمسك وتجمد، وبعدين بعد ما نطلعها هنرش عليها الكاكاو وناكلها بقى. حطيتها في التلاجة، هرجع لكم بقى بعد 6 ساعات. كده عدى اكتر من 8 ساعات وانا بصراحة مش قادر استنى اكتر من كده، فيلا نجرب. بصوا بقى ايه، انا عملت 2، واحده كبيره وواحده صغيره. عملت باللي فاضل واحده صغيره. قبل اي حاجه نحط فوقيها تاتش الكاكاو عشان يبقى شكلها التيراميسو اللي احنا متعودين عليها، ودي اخر خطوه ونبدا ناكل بقى. تعالوا نحط على الصغيره دي الاول. ده بقى شكلها، يلا نجرب. بصوا بقى الحلاوة. الطبقة اللي فوق دي بتبقى كاكاو، وبعدين طبقة كريمة، وبعدين بسكوت، بعدين كريمة، بعدين بسكوت تاني، ومحطوط في القهوة. طبعا شكل الطبقات حلو قوي بصراحة ومتناسق. بصراحة فخور بنفسي ان هي تطلع معايا بالشكل ده. تعالوا بقى ايه ندوق ونجرب. بصوا شكل الطبقات بتاعتها حلوة قوي، مظبوطة الحمد لله. طعمها يا جماعة احلى من اللي باكلها في المحلات، وفي البيت مش مكلفة خالص. يعني احنا اشترينا الحاجات بتاعتها كلها من السوبر ماركت. ممكن تشوفوا فيديو السوبر ماركت هتعرفوا تجيبوا الاسعار. انا اشتريت الحاجات معاكم، والحاجات مش مكلفة. يعني انا معرفش بصراحة اسعار الحاجات في مصر كام من الماسكربوني والبسكوت ده، بس اعتقد انه رخيص مش غالي. البسكوت الجبنة لو مش ماسكربوني، في ناس بتقول ممكن تستخدموا قشطة، بس اهم حاجة ان هي ما تبقاش فيها ملح. يعني حاولوا تجربوها وتعملوها وتقولوا لي في الكومنتات لو عملتوها، وتقولوا لي طلعت حلوة ولا وحشة، علشان هستنى انكم تجربوها ان شاء الله، هتعجبكم جدا. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. حاولت اخدكم لفة جوه السكن وجوه الجامعة. لو عايزين تعرفوا حاجات تانية او تشوفوا اماكن تانية في ايطاليا قولوا لي في الكومنتات. كمان لو عندكم اسئلة اكتبوا لي علشان ان شاء الله هجاوب عليها يوم الثلاث الجاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. السبسكرايب مهم قوي يا جماعه، واكتبوا لي كومنت لو عجبكم الفيديو ده. ولو وصلتوا لهنا اقول لكم على حاجه، نعمل كلمه سر. اللي يوصل لحد النقطه دي في الفيديو يحط ايموجي الشمس في الكومنتات علشان نعرف مين اللي وصل للاخر ومين اللي ما وصلش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تاني تعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم.